السيد المسيح نازل على جبل الزيتون في نهايات العالم عشان يملك على كل الناس. بمجرد ظهوره على حصانه الابيض ايه اللي هيحصل؟ العالم هيرد عليه. العالم هيرد عليه بايه؟ بيقول لك: ورأيت الوحش وملوك الارض واجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنين حيين في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. ايه الكلام ده؟ العالم ده محكوم بنظام ثلاثي، مثلث الأقانيم بالظبط. الشيطان بيقلد الله، فمثلث الأقانيم بتاع الشيطان ايه؟ التنين والوحش والنبي الكذاب. التنين والوحش والنبي الكذاب. بص بيقول لك ايه: وسكب الملاك السادس جامع على النهر الكبير الفرات فنشف ماءه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صناع آيات تخرج على ملوك الأمم وعلى كل المسكون لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم. قتال ذلك اليوم العظيم. طب إيه هما بقى الثلاثي دول؟ الثلاثي دول بص يا سيدي: التنين ده روح الإلحاد، هتلاقيه ساكن في الصين. ساكن في الصين، بيقول لك التنين الصيني. وهتلاقي الوحش ده هتلاقيه ساكن في الغرب، روح الشذوذ، روح ساكن في الغرب، الغرب الجماعي. وهتلاقي النبي الكذاب ده الديانة الكاذبة، روح الديانة الكاذبة، ساكن في وسط العرب وساكن في وسط المكان اللي احنا عايشين فيه ده. خد بالك من الكلام. الثلاثي دول بمجرد ما ينزل المسيح عشان يحكم في نهايات العالم، بعد ساعات معدودة من سماع هذا المقطع، لان هو ارسلني امامه عشان اقول لك الكلام ده، ان هو نازل على السحاب. ودي مهمتي في الحياة، جاي اقول لك، ابوك لك امامه ان هو نازل على السحاب. فلما ينزل هيحصل حرب كبيرة في السماء وعلى الارض. الحرب اللي في السماء هتكون بين رئيس جند الرب وما بين ابليس، الاتنين مع بعض. والحرب اللي على الارض هتكون ما بين كل العالم وما بين السيد المسيح. بص ايه اللي هيحصل بقى اول لما ينزل السيد المسيح. بيقول لك ايه: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذ فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصديقا وبالعدل يحكم ويحارب، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. هينزل هيلم كل المؤمنين بيه من كل الأرض ويملكهم على كل الأرض. وهيفتح الختم السادس اللي مكتوب في كتاب الرؤيا من 2000 سنة. الشمس هتطفي والقمر هيتحول لدم وكل البحور هتعج والبراكين هتفتح على بني البشر، وهتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. الأنهار هتجف والبحور هتضج. البحور هتضج وهتحصل علامات في النجوم وعلامات على الأرض وعلى الشعوب، كرب وحيرة. الناس هتصحى الصبح هتلاقي فلوسها في البنوك اتحذفت، وكل حسابات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي هتتحذف، لان اسس الارض هتتزعزع. في الوقت ده الله هيقيم السماء الجديدة والارض الجديدة. طوبى طوبى لكل المؤمنين بالسيد المسيح، هيجلسوا على جبال الذهب. هيجلسوا على جبال الذهب. ويل ويل الذين رفضوا السيد المسيح، هينطرحوا في بحيرة الظلام. فالوقت قريب. اليوم اختار طريقك، اخرج من الظلام للنور واعترف بيسوع المسيح رب ومخلص على حياتك، فتنول ضمان الحياة الأبدية. لأن العملية فيها سما ونار. العملية مش سهلة زي ما انت فاكر، العملية فيها سما ونار.